ليه؟ دي ناس عندها فلوس ونفوذ وكل حاجة تقريبا، يعملوا أفعال غير أخلاقية. سؤال يمكن تكون سألته، وأنا كمان سألته، وناس كتير أعرفهم سألوه. بقيم البحث طلع فيه شوية أسباب. أول حاجة، لما كل المتعة العادية تبقى متاحة، يعني الفلوس موجودة، السلطة موجودة، الجنس متاح، السفر في أي وقت ولأي مكان متاح، المخ بيطلب جرعة أعلى من الإثارة، زي المدمن بالظبط. نفس الجرعة ما بقتش تكفي، فيدور على الممنوع مش الممتع ولا المتعة وبس. تاني سبب، النفوذ الطويل بيعمل حاجة خطيرة. لما مفيش حد يقولك لأ، مفيش عواقب تقريبا على أفعالك، كل مشكلة هتحلها بفلوسك أو بنفوذك أو بعلاقاتك، في اللحظة دي يا صديقي الشخص ما بقاش شايف نفسه إنسان زي أي حد، شايف نفسه فوق القانون، فوق الأخلاق، ممكن تقول نص إله. ده يخليه يبقى عارف ومتأكد إنه ممكن يعمل أي حاجة ومحدش يقدر يلمسه. He is untouchable، محدش يقدر يقرب منه. السبب التالت، الموضوع ما عادش شهوة جنسية أو ميول منحرفة أو ميول شاذة، لأ. في الحالات دي المتعة جاية من التحكم في الآخر، من السيطرة عليه، من امتلاك إنسان أضعف. الكسرات والضعفاء بيدوا الإحساس ده للشخص اللي اسمح لي أسميه بالمريض. ده مرض نفسي حقيقي، مش مجرد انحراف. النقطة الرابعة، الناس دي عندها انفصال تام عن الواقع. ممكن وسط ضغط الجماعة، ما يبقاش لوحده، تبقى حفلات، يقول ما كله بيعمل كده، أو أنا بساعد الضحية دول ماديا، أو حتى ده اختيارهم، أو مفيش حد اتأذى في بعض الأحوال. ده مجرد آلية دفاع نفسية عشان الشخص يفضل شايف نفسه كويس. نقطة خمسة، الناس دولت عايشين في جزر منعزلة. بعضهم فعلا عايش في جزر منعزلة بشكل حرفي، لكن المقصود ان هم ليهم دوائرهم المغلقة، طيارات خاصة، حفلات مغلقة، قوانين بتاعتهم هم. مع الوقت بيبقى في حاجات طبيعية وعادية جوه الدوائر ديت، انت من بره شايفها غريبة، او بس هو خلاص بطل يحتك بالمجتمع العادي وبالناس العادية اللي بره. هو عايش فين؟ في دوائره المغلقة. النقطة السادسة، النفوذ بيدي غطاء للجريمة بتاعته. في فرق بين ان حد يكون عنده ميول منحرفة وحد تاني عنده ميول منحرفة وعنده نفوذ. النفوذ هيمنع المحاسبة، هيخلق شبكات، هيحول الجريمة لسر. ده بيشجع على التصعيد، مش ان الشخص يتوب او يوقف. الخلاصة في جملة واحدة، مش لان ناقصهم حاجة عملوا كل ده، لكن هم فقدوا الاحساس بالحدود، بقوا مدمنين قوة ومتعة. الناس ديت ادمنوا الاحساس بالنفوذ وبالقوة. اتمنى اكون استمتعت واستفدت بالحلقة الصغيرة بتاعت النهاردة. سبسكرايب وشوفوا الحلقة الجاية على خير، وسلام.